قد شرع الباب أمام أنصاره للتمدد باتجاه السعودية. فإننا نبشركم بإعلان تمدد الدولة الإسلامية إلى بلدان جديدة، إلى بلاد الحرمين واليمن. فيا أبناء الحرمين، يا أهل التوحيد، يا أهل الولاء والبراء، إنما عندكم رأس الأفعى ومعقل الداء. ألا فلتسلوا سيوفكم ولتكسروا أغمادكم، ألا فلتطلقوا الدنيا فلا أمن لآل سلول وجنودهم. البغدادي في تسجيله الصوتي العام الماضي أعلن أن طلائع الدولة الإسلامية ستصل بلاد الحرمين قريبا على حد تعبيره. أشهر مرت وتبنى التنظيم رسميا تفجيرا في المملكة ليسلط الضوء على وجود قاعدة لداعش في السعودية تنفذ تعليماته وتحرز خرقا أمنيا في البلاد. تفجير القديح فتح باب التساؤلات والنقاشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين من رأى فيه فتنة طائفية ومن رآه نتيجة للخطاب التحريضي. تحت هاشتاج تفجير إرهابي في القطيف اشتعل موقع تويتر بالخلافات والسجالات وتبادل الاتهامات، فيما توجه عدد كبير من المغردين للمطالبة بإيقاف المنابر التحريضية والفتاوى التكفيرية. النشرة مستمرة وفيها